سيدة نرجس، مرحبا بك في قاعة الأطلس. بيك وهلا. مساء الخير. مساء مرحبا بكم. يعيشك، رمضان كريم وكل عام وانت بخير. رمضان كريم لكل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية، وينعاد علينا وعليكم إن شاء الله بالخير والصحة والعافية. اليوم طربتي جمهور قاعة الأطلس وفكرتيهم في الجيل الذهبي تاع المشايخ الكبار تاع الأغنية الشعبية والأندلسية. هذا هو سهرة رمضان. أنا ما نخدمش بزاف في رمضان، ولكن مع الأصدقاء، مع مراد جعفري وخويا حاكم العنقيس، يعني قبلت باش نكون هنايا اليوم. وهذه الصالة، هذه القاعة، هذه قاعة الأطلس اللي خدمت فيها في 73 مع أكبر شيوخ الأغنية الجزائرية. وعندي ذكريات بزاف، كنا نسميوها الماجستيك. كان فيها شيخنا رحنا بوعلام يتمنى له الشفاء، كان فيها حسين سعيد الله يرحمه، كان فيها رشيد زوبة الله يطول في عمره، الهاشمي قروابي، الجماعة العنقيس. يعني كانت نخبة من الفنانين. كان فيها اللي كان صغير كمال بورديل، هو اللي فتح الحفل انذاك مع الاستاذ مصطفى اسكندراني، يعني الجوق الكبير تاع التلفزيون الاذاعه والتلفزيون الجزائري. يعني كانت حفل ولا اروع في البدايات. سبحان الله، غنيتي مع بوجمع العنقيس. نعم. واليوم راكي مع وليده حكيم العنقيس. سبحان الله. مع وليده الله يرحمه الحاج، كنت نحبه بزاف، حتى هو تاني كان يعزني ويحبني. يعني هاد الفنانين هادونا كنت نتكلم عليهم وديما نعاود نتكلم عليهم، لانهم حضرونا وحبونا، وكنا حنا نمشيو بالنصائح تاعهم، نقادروهم، نحوسوا عليهم، نسقسيو عليهم. يعني كنا يعني صح جيل ما ينعادش، ما يتعاودش صح. قالوا لي بلي انه المرحوم الهاشمي قروابي كان يطلب نرجس بزاف في الحفلات ديالو، كان ديما يقول لهم جيبوا لي نرجس، صح؟ خدمنا كثير من الحفلات، يعني الحفلات هيدا والحفلات العائليه. كان الهاشمي يخدم للرجال ونرجس تخدم للنساء. يعني كنا دائما وعندنا لاصونو هو يخدم معاه ويخدم معايا. اذا الله يرحمه عمي عمر يبعث لي الطفل يخدم معايا، نقول له كيفاش تخدم معايا نتايا؟ يقول لي راني مع الحاج، راني مع الهاشمي، وغدوه نخدم معاك نتيا. عمر الزاهي. لا عميمر. هذا مول لاصونو اسمه عميمر. يخدم معاه مع الهاشمي قروابي. مع الهاشمي ويخدم معايا. الوغ يبعث لي الولد يجي يصفالي وكامل، يقول لي اليوم دالت الحاج، دالت القروابي. نقول له معليش شيخنا ونحترموه ونحبوه. وهاد الناس هادو يعني عطاونا بزاف النصائح. وانا يعني كي رانا نتكلموا على الشيوخ، انا خدمت يعني بكل تواضع، يعني خدمت مع الحاج محمد العنقر. خدمت الافتتاحيه، يعني كان بقى لي يعني في الذاكره يعني ذكريات جميله كثير. سيدة نرجس، في رمضان هذا وين خدمتي؟ لا انا كنت في رمضان ما نقدرش نخدم، يعني في الليل يعني التعب، وعندنا الصلوات تاعنا وكامل. وحنا يعني ما نقدرش نرفض يعني حفل هكذا مع العائلات. راك شفت العائلات الحق الصغاريت والتولويد وكامل، يعني تفكروا زيادة. وعندي مثلا عندي زوج حفلات. وين ان شاء الله؟ في المسرح الوطني محي الدين بشطرسي. وفي القليعة؟ لا في القليعة وش في القليعة تفكر بواحد المهرجان؟ كان القليعة تفكرني في المهرجان الوطني المغاربي للأغنية الأندلسية المغاربي. يعني كان حفل الشباب بزاف، وكان يعني حتى الجمهور تاعنا ماهوش هدوء مقبل، كل ما كان حتى واحد في القاعة، هدوء تام. يستمعوا بزاف يسمعوا سورتو خدمنا كمان مدائح. وهذا هو وقت في رمضان دائما انا حتى في الفطار ديما نغني شويه مديح. مليح. ديما نبدا به ولا نختم به عليه الصلاه والسلام. هنا في القاعه كانوا كاع ساكتين، ولكن غير الصغاري تاع النساء كان يولول. نشوف اللي كاين راه الجمهور عائلات كثر خيرهم، يعني جاوا وخلاو كما قال ديورهم وسهره مع العائله، وجاوا يسهروا معنا كثر خيرهم. لا حتى انتم يعطيكم الصحه، قمتوا بنا. بارك الله فيك. كل سنه وانت طيبه. شكرا. وصحة عيدك لافونس. الله يسلمك، بارك الله فيك. عليك سيدة نرجس. الله يسلمك، وشكرا على كل ما يتفعل ما يعمل يعني الديوان الوطني. وانا كنت عامله في الديوان الوطني للثقافه والاعلام.
خدمت معاهم تقريبا 11 سنه، يعني 10 سنوات يبارك في المكتبه، في مكتبه عين بنيان عين دار بنيان. الانيس. ونشكرهم كامل من الاول حتى المدير العام، ونقول عيدكم مبارك للشعب الجزائري حيثما وجد في الجزائر ولا خارج الجزائر، ولكل الامه الاسلاميه نقول لهم ان شاء الله يعني عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم. سيدة نرجس، لباسك هذا التقليدي الجميل هذاك يذكر باللي انه الجزائر عندها تراث كبير في اللباس. معلوم الجزائر قاره وعندها تراث كبير، سواء كان في اللباس التقليدي هذا الكراكو الجزائري والخيط الروح الجزائري، هذا المسكيه الجزائريه تاع شرق البلاد. وعندنا في الاكل، في اللباس، في كل ولايه عندها تقاليدها وعندها ما نقولكش شحال من يعني في الاكل ولا في اللباس، في الغناء، في الموسيقى، في الشعر. يعني بلاد غنيه جدا جدا. الله يستر بلادنا ان شاء الله، وتبقى ان شاء الله دائما في السماء وعلمنا دائما يرفرف. انا لما ذهبت يعني في حصه من حصص في البلدان العربيه، يعني قلت كي قالوا لي منين جيتي؟ قلت من الجزائر، وصفقت على الجزائر، وتحيا الجزائر.